بقول لك ايه يا ديشا، ايوه. انا كل شويه اتلخبط في ازمنه الجرامر. الجرامر ازمنه؟ لا ده انت تجيب ورقه وقلم وتجيلي. يا ابني يا ابني هيفكرونا مجهزين الفيديو مع بعض. يوه تعال صلى على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. عارف الفيرب اللي اسمه مثلا تيك؟ تيك، عارف تيك؟ عارف. تيك يعني ياخذ. عارف بقى التصريف التاني بتاعه اسمه ايه؟ توك. عارف بقى التصريف التالت؟ تيكن. بص انا يعني ايه؟ يعني ايه؟ اي. لو قلت لك اي تيك ا شاور، بغض النظر بقى في ايه بقى امتى وبتاع، دي معناها انك بتاخد شاور عموما every day، كل يوم مثلا. لو احنا غيرنا الجمله دي وقلنا اي توك ا شاور yesterday مثلا، دي معناها انك خدت شاور وخلصت. ممكن تقول لي بقى I am taking a shower، عارف دي معناها ايه؟ انا باخد شاور. لا ده بتاخد شاور دلوقتي، يبقى دي بتاخد عموما تنظيف يعني. هنا خدت وخلصت، هنا تاخد دلوقتي. طب لو انا قلت بقى I was taking a shower، دي بقى معناها ايه؟ انك كنت بتاخد شاور وخلصت برضه. فدول كده فور تنسز. طب لو قلت لك I have taken a shower، يعني انا لسه واخد شاور دلوقتي. مش شرط، ممكن تبقى واخد شاور ولسه باين عليك الاثر. يعني انت كنت تبقى لسه مبلول مثلا، شعرك مبلول، فتقول ايه؟ I've taken a shower. ممكن تقول مثلا I had taken a shower، دي معناها انك خدت شاور، بس دي الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها. في حاجه ثانيه مثلا تقول مثلا I had taken a shower، معدات تقول ايه؟ I went out، يبقى انت خدت شاور الاول بعد كده خرجت بره. دول 6 ازمنه. ده لما تستخدم الفعل كده معناها انت بتعمل الحاجه دي عموما. I play tennis، بلعب تنس عموما. طب لو انا عايز اقول مثلا انا لعبت تنس، هقول I played tennis، تجيب التصريف الثاني. طب لو تقول انا بلعب تنس دلوقتي، تقول I'm playing tennis. طب عايز تقول انا كنت بلعب تنس امبارح الساعه 3، تقول I was playing tennis. طب عايز تقول انا لاعب تنس اهو وباين عليا وعرقان، وتقول I have played tennis. طب عايز تقول انا لعبت تنس الاول قبل ما تعمل اي حاجه ثانيه، هتقول I had played tennis. فظبط المين تنسز دي 6 ازمنه بشكل لطيف جدا. اعرف ايه هو اللي بيحصل عموما، وايه بيحصل دلوقتي، وايه حصل وخلص، وايه كان بيحصل، وايه حصل وليه اثر، وايه حصل الاول. 6 ازمنه دول. بعد كده ابدا طبق بقى الكلام ده. تعالى بقى نبدا نشوف بقى النفي بيتعمل ازاي، والسؤال بيتعمل ازاي، والكلام ده بيتعمل ازاي. تابع بس معايا الفتره الجايه وانا هقول لك الفرق بين الازمنه دي كلها. سلام.